بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. بنيامين بنيامين بنيامين، لماذا تجلس هنا ولم تأتي مع يوسف لتلعبا معنا؟ أين يوسف؟ مع أبينا. ويتركك وحيدا؟ لا، لم يتركني، كنا نلعب معا حتى ناداه والدنا. أصبحت أغار من أخينا يوسف هذا، والدنا لا يصبر ساعة على فراقه، ولا يريده أن يلهو ويلعب إلا تحت نظرين. أجل يا أخي، وأنا أيضا أصبحت أغار منه. ألا يكفي أنه الأجمل والمدلل؟ حتى بنيامين الصغير أصغرنا لا ينال حظا من اهتمام أبينا كيوسف. يوسف يوسف، إن أبانا يزداد مع الأيام محبة ليوسف وينشغل به عنا، وكأن ليس له سواه، وما من أحد يراه من الأقرباء أو الغرباء إلا أحبه لحسنه وجماله. يا ليته بقي عند عمته. كل المكائد التي دبرناها له فشلت، وهو لا يزال يستأثر بمحبة أبينا الشيخ الجليل. تعالوا نلقنه هذه المرة درسا لا ينساه. وكيف ندبر خطة لن تفشل، ثم نبلغ أخانا الأكبر ونجعله يوافق. ماذا تفعلون هنا في هذا الليل؟ نسهر في ضوء القمر. تسهرون لتتحدثوا عن يوسف؟ لا 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 أبدا أبدا أبدا. دعنا نأخذ يوسف معنا لسباق الجري يا أبانا. أجل أرجوك دعه يذهب معنا. انظر، يوسف لم يعد صغيرا وهو يقدر على الجري مثلنا. وأنا أيضا أريد الذهاب معكم. لا زلت صغيرا جدا يا بنيامين. أرجوك يا أبانا لا تخف عليه، سوف نرعاه جيدا ونسعد بصحبته. ألم تسمعوا ما قاله أبونا؟ إنه يخاف أن تتركوه بعيدا عنكم عند متاعكم فيأكله الذئب. لا 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 هذا لا يحدث. تركوني وحيدا وذهبوا جميعا وأخذوا يوسف معهم. لابد أنهم الآن يلعبون ويمرحون. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنتخلص منه؟ تعالوا نرميه في هذه البئر. وماذا سنقول لأبينا؟ نقول إن الذئب أكله. وهل سيصدقنا؟ أبي 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 لقد عاد. لقد أكله الذئب يا أبي. ابتعد عنا فأكله في غفلة منا، وهي آثار الدماء على قميصه. يا يوسف سامحنا يا أبي، يقتلنا الحزن لفضله. كم كنا نحبه. كيف تفرطون في أخينا يوسف؟
يجب أن نعثر على الماء. لم يبق معنا منه ما يكفينا حتى نصل إلى أرض مصر. اطمئن يا أخي، لابد أن نجد بعض المياه. كيف ونحن في هذه الصحراء القاحلة؟ سيروا في هذا الاتجاه، أعتقد أنني رأيت بئرا. بئرا؟ هيا هيا أسرعوا. هذا حق، نحن في نيته دلوا. ما لهذا الحق لا يطاوعني. ما هذا؟ صبي صغير يخرج من البئر. يا لحسنه وجماله، لم أرى في حياتي من هو أجمل منه. كأنه ملاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم. لقد وصلنا أرض مصر، ماذا سنفعل بالصبي؟ نبيعه. احرص على الصبي أيها النخاس، ولا تبعه إلا لعزيز من القوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. هل ستشتريه أيها العزيز؟ أجل. اسمه يوسف، وهو ليس جميلا فقط، بل إنه مهذب وذكي أيضا. سيعيش هذا الصبي في قصري، فقد تعلق قلبي به، وسيكون ابنا لنا. خذ ما شئت من المال أيها النخاس. يا ليتنا لم نفرط. مرت سنون منذ فراقه، وأبونا لا يفارقه الحزن والبكاء. إنه يكاد يفقد بصره. من هذا الشاب السجين؟ إنه يوسف الذي رباه العزيز، وكان صبيا. نعم هو. وكيف يرمى به هنا في السجن؟ بسبب مؤامرة دبرتها له زوجة العزيز. إن له وجه ملاك، ولا يمكن أن يكون مذنبا. اعلم يا أخي أنني البارحة حلمت برؤيا، فهل تفسرها لي؟ نسأل يوسف، وهو خير من يفسر الرؤى. تعال، فأنا أيضا أريد أن أسأله عما رأيت البارحة في نومي. يوسف، أنا كبير السقاة في قصر العزيز، وهذا زميلي كبير الخبازين. نريدك أن تفسر لنا رؤيا كل منا. إلي بكبير السقاة. يأتي كبير السقاة. ليس أحدهم يفسر لي تلك الرؤيا.
هل أدلك على من يفعل يا سيدي؟ هل تعرف من يفسر الرؤيا؟ أجل، إنه يوسف. لقد فسر لي رؤيا وقال إنني سأنجو من السجن، وها أنا بين يديك يا سيدي. إلي به في الحال. 7 سنوات من الخير والخصب، و7 سنوات من الجفاف والجوع، وهذا تفسير يوسف. أحسنت يا يوسف، وها هو العزيز يكافئك فيجعلك خازنا لخيرات البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. ها قد عم الجفاف البلاد، فلا الأرض تنبت، والمخزون من الحبوب والقمح قد نفد. سنذهب إلى خازن الملك ونسأله بعض القمح. هل أنت موافق يا أبي؟ نريد أن نقابل خازن الملك. لأي أمر؟ لنحصل على بعض القمح والحبوب. اتبعوني إذن. سيدي الخازن، هؤلاء الإخوة يطلبون حصصا من القمح. سيدي يقول: من أي بلاد أنتم ولماذا تطلبون القمح؟ جئنا من أرض فلسطين، وقد حل بها القحط والجفاف، ولم يبق لدينا ما يكفينا من الطعام. لكم ما شئتم من القمح والحبوب. أن تضعوا مكيال الملك الفضي في متاع أصغر هؤلاء الإخوة، وإذا ما هاموا بالرحيل اطلبوا تفتيشهم بحثا عن المكيال المفقود. وما الغاية من ذلك؟ لا أعلم، إنها أوامر سيدي وكفى. سمعا وطاعة. لقد فقد مكيال الملك الفضي، يجب أن نفتش متاعكم. هذا لا يجوز، فنحن لم نسرق شيئا. وجدنا المكيال في متاع أصغرهم. ما دمنا وجدنا المكيال مع أخيكم الأصغر فلا بد من بقائه هنا. لا، وكيف نرجع من دونه؟ هذا هو الجزاء. أرجوك أطلق سراحة واحتجزني بدلا منه. لا أستطيع ذلك.
يرجع معنا، لأن الخازن اتهمه بالسرقة وأبقاه عنده. أرجوك يا أبي كف عن البكاء، يكفيك حزنك على يوسف. لقد اعتقدت الأمر شرا، لكنه أخي يوسف الذي غاب عني، وما جرى ذلك إلا لنكون معا. يا فرحتي، ليت إخوتي يعلمون، فلا يمتلئ قلب أبي حزنا علي كما امتلأ على يوسف. سأذهب إلى الخازن وأتوسل إليه أن يعيد إلينا بنيامين، فلم أعد أطيق رؤية والدنا يبكي ليل نهار. لقد فقد بصره من كثرة البكاء. سنذهب جميعا. إذا هيا بنا. سيدي الخازن، سيدي الخازن. من؟ بنيامين؟ ألست في السجن؟ ماذا تفعل هنا؟ وما هذه الثياب الفاخرة التي ترتديها؟ ما القصة؟ ولماذا أكون في السجن؟ أنا لم أسرق، والخازن هو أخونا يوسف. أخونا يوسف. أجل، إنه هو. الحمد لله، الحمد لله الذي أعادك إلينا. ها قد عاد يوسف إليك يا أبي، وكذلك بنيامين. نشكر الله ونحمده ونسأله أن يغفر لنا ذنبنا. سامحنا يا أبي. ها هو قميص يوسف، أرسله إليك وقال: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حمدا لله، إنه يرى. لقد ارتد إليه بصره. الحمد والشكر لله. لم يبقى الآن سوى أن نتجه جميعا مع أبينا إلى حيث أخونا يوسف لننضم